وممكن حد يحتاج يغسل كلى طول حياته بسبب استخدام الكورتيزون. ايه ده، انت مشوفتش؟ مش سوزي تخنت ازاي بقى يا دكتور؟ هي خدت كورتيزون ولا خدت المختون ولا خدت ايه؟ اصل بصراحه يا دكتور عاوز ادي ام حماده الخلطه دي عشان تتخن وترفرف كده. برضه عند البت داخله على جواز يعني، وبرضه تتخن برضه شويه. ايه اللي هيحصل يعني؟ انا هنا مش عشان اقول لك سوزي تخنت ازاي، ولكن اياك يا حماده استخدام الكورتيزون من غير وصفه طبيه. حذاري. اصل هيعمل ايه يعني؟ لا مش هيعمل حاجة، ده أنا حتى لسه سامع إن أنت لسه ما شاء الله عليك واخد حقنة ال3 في 1 دي له فيها كورتيزون علشان دور البرد اللي بيجيلك 3 مرات في الشهر ده. أيوة والله يا دكتور عم تريحني قوي. بتريحك ها؟ طب إيه رأيك بقى إنها ممكن تريحك خالص؟ إزاي ده بقى يعني؟ الكورتيزون ده يا أبو حمادة مش أي حد يستخدمه. طب أنت عارف أنت خفيت إزاي يا أبو حمادة؟ هختصر لك يا أبو حمادة، ده لأن الكورتيزون أضعف جهاز المناعة بتاعتك فخلاك ما تحسش بالأعراض. يا دكتور انت زهقتني، انا مالي بالمناعه وما المناعاش، انا عاوز البت تتخن وخلاص. مش بالكورتيزون بيتخن؟ ايه ده يا ابو حماده، من ناحيه بيتخن فهو بيتخن، بس بيتخن ايه بقى؟ باختصار هو بينفخك ميه، حتى مش نسبه دهون كتير، لكن في ضريبه لازم تدفعها. هتدفع 1 سكر وما ادراك ما السكر ومضاعفاته. والله انت اللي سكر يا دكتور، هما معلقه ولا 2 بس يعني ما يعملوش حاجه. مرض السكر يا ابو دم خفيف. 2 فشل كلوي حاد او مزمن، وممكن حد يحتاج يغسل كلى طول حياته بسبب استخدام الكورتيزون. وبعدين خد عندك هشاشة في العظام بقى وتساقط شعر واكتئاب، الموضوع ما فيهوش هزار. والسيدات والفتيات ممكن توصل معاهم لمشاكل في الدورة الشهرية وتأخر في الحمل. طبعا كل اللي فات ده مش هيحوق معاك يا ابو حماده، فأحب أقول لك إنه ممكن يسبب ضعف جنسي وصغر في حجم الخصيتين. يا أبوي هنلبس طرق عاد ولا إيه؟ ما تتخضش يا أبو حمادة، أولادنا راجل برضه، بس لو استمريت تاخد الكورتيزون ده اللي هيحصل. فالكورتيزون عامة بيستخدموه أصحاب الأمراض المناعية أو أصحاب الأمراض التنفسية الحادة والشديدة، ومش أي حد كمان، وتحت إشراف طبي. فالموضوع بجد خطير، وفي ناس معدوم الضمير بتكتب الكورتيزون للتخن أو الخميرة أو ما شابه، واللي عنده أو عندها مشكلة في زيادة الوزن يزور دكتور سمنة ونحافة. فحافظوا على صحتكم يا جماعة، بسيطة. لا خلاص والله ما واخد كورتيزون تاني. اعملوا بقى لايك واكسبلور والحياة بتاعتكم دي يعني، وتابع الدكتور يعني عشان يقول ان الحياة مفيدة.